كرر كثيرا ويظهر اليوم في لقاء السد، وكرة ملعوبة الآن لكن تبعد من جانب أيضا محمد ربيع. عنصر لا شك خبرة في دفاع نادي السد، ولدينا محاولة مرور عن طريق تياغو نيفيز، خطيرة موجودة وجول. جول أول للهلال. الهلال من القناص ياسر القحطاني، كرة ملعوبة سليمة من تياغو نيفيز على راس القحطاني ويذهب إلى إيريك جيرتس. ولاحظ الجماهير الهلالية الكبيرة جدا اليوم في الدوحة وفي ملعب جاسم بن حمد. ياسر القحطاني يسعد الهلالية، لكن كرة سليمة ملعوبة بالفعل، ما في تسلل إطلاقا، في انطلاقة سليمة خلف المدافعين من القناص ياسر القحطاني. عاد هو ما يضيع هذه الكرات أبدا. حب الهلال لأن العائلات تأتي من أماكن طبعا عديدة من المملكة العربية السعودية لأن تكون خلف الفريق السعودي الكبير. وجول كبير للكبير ياسر القحطاني. نتكلم عن الهلال الكبير وياتي الكبير ياسر القحطاني ويسجل هدف كبير حقيقة، هدف كبير للهلال. وياسر القحطاني مرة أخرى، ابن القحطاني مرة أخرى، وبالتالي هدف هلالي ثاني. شوف ويلهمسون العرضية، لكن يا سلام يا سلام على القناص، على ياسر القحطاني في المكان الممتاز بهذه الصورة الراقية. هدف ثاني يضع الهلال الآن في موقع وموقف ممتاز للغاية. ياسر القحطاني ابتسامة تعود لياسر 5 سنوات متتالية، وشايف حقيقة الفرق العربية. بالأمس أهلي جدة يخسر في أرضه، واليوم العين الإماراتي حتى الآن متأخر في أرضه. ولدينا كرة خطيرة للأمام ملعوبة، وجول ثالث، جول ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال. وتياغو نيفيز يسجل الهدف الثالث لنادي الهلال في مرمى السد. ثلاثية كبيرة للهلال، وكبيرة يا كوزمن، كبيرة بالفعل يا كوزمن. المرور ممتاز، وضع يا سلام، لعيب اللي هو تياغو نيفيز بالقدم اليسرى وضع الكرة بهذه الصورة الذكية، ما كانت قوية ولكن كانت ذكية وفي زاوية صعبة على الحارس الشاب سعد الشيب. وبالتالي هدف ثالث لنادي الهلال.